رأى هذا الذئب جلد إنسان ملقى في الغابة. سرعان ما وجد طريقة ليتسلل إلى الداخل ويرتديه كأنه زي تنكري، ولدهشته بدا وكأنه إنسان تماما عندما رأى شخصا حاول تقليد حركاته وبدأ يتبعه. وبعد قليل وصل إلى مبنى شركة، وبدون أن يفهم ما يجري وجد نفسه يجلس في مقابلة عمل، ولأنه لا يعرف ماذا يقول أو يفعل اكتفى بتقليد من حوله، والمفاجأة أنه حصل على الوظيفة. أعجب المدير كثيرا بأداء الذئب فقرر منحه ترقية كبيرة، ومع مرور الوقت أصبح الذئب غنيا جدا واشترى منزلا ضخما. ولم يكتفي بذلك بل تزوج أيضا من فتاة جميلة، لكن رغم أسلوب حياته الجديد بدأت غرائزه الذئبية تزداد قوة. صار يشعر برغبة شديدة في أكل الحيوانات الأخرى، ولكي يشبع هذه الرغبة اشترى قطة سرا، لكن عندما كان على وشك أكلها دخلت عليه ابنته وظنت أن القطة هدية لها. وفي أحد الأيام أثناء وجوده في اجتماع عمل لم يستطع تمالك نفسه أكثر، فهاجم أحد زملائه أمام الجميع ثم هرب. لكن الآن عرف العالم حقيقته،